السلام عليكم ورحمة الله والصلاة على رسول الله. جميع المتتبعين القدام والجداد، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم بصحة جيدة واحسن الاحوال. الناس اللي مصابين ببهجة كيف غاديين مع المرض؟ الله يشافينا ويشافيكم يا رب. كيف ما كنقول لكم دائما في اي فيديو، الحمية ما عمركم ما تحبسوا. الحمية يعني الريجيم. انا سنين وسنين وكندير الريجيم، وهاد يومين كنت معروضه وغرني الشيطان وكريت داكشي اللي ممنوع عليا. ولكن راه انا حاليا راه كنخلص. عرفتي، جاتني لا دياري وجاني ردان. راه غير في هاد يومين شو كي وليت طيحت عاوتاني الوزن، كي الحمد لله. وبالنسبه للرجيله ديالي راني غادا الحمد لله، غادا مزيان. دابا راه حبست الترويض، باقا كنمشي بالبيكي، حيت ليا البيكي راه باقي كنديرو. حيت في البلوك كان هرسوني 2 هرسات على حساب باش يدخل البروطيز. يعني صعيب باش غنحيد البيكي دابا. باقا المشيه ديالي شويه ثقيله، لا حيت البيكي ما نقدرش نمشي. كاين الحمد لله على كل حال. المهم مرض بهجه تا هو راه الحمد لله شويه، حيت ديك الايام كان الدواء اللي درت اللي نزل ليا الالتهاب ما كيكالمينيش. يلا دابا بدلت الدواء، حسيت براسي مزيان. ممكن يجيوني تعاليق بانهم ما غني يعرفوا الدواء كيفاش داير. انا غنحاول نوري لكم دابا الادويه بثلاثه اللي كنت كندير، الاول والثاني والثالث اللي عاد بدلت دابا. حسيت براسي مزيان. المهم الحمد لله حسيت براسي مزيان. بالنسبه للادويه كاين هذا هو اللي كنت كندير، الغيمسيمه. غتبان لكم مقلوبه، ما ديوش عليا الكاميرا مقلوبه وما عنديش الرينغ لايت، راه كنسجل شاده التليفون غير بايد. ها هي الغيمسيمه هادي. كنت كناخذ 9 لي بواط، يعني 9 القراعي دايرين 4 المليون. كنت كندير كل شهرين كندير 3 القراعي من هادي. يعني لان هذاك الدواء اللي فيها بودره لداخل غبره، وكيدوبوه بالسيروم. عاد كيدوزو لك في السيروم، كيدوز في العرق اللي كنديروه مده ساعتين حتى ساعتين ونص. كيبقى ديز لك الدواء في العرق. كل شهرين كندير 3 القراعي. درتو مده عامين صافي، والجسم ديالي ولفو، ما بقاش كيقضي فيا صافي، ما بقاش كيكالميني يعني، ولا الالتهاب كيطلع غير بوحدو. هذيك الايام هي فاش صافي نضت عليا الرجيله حتى هيايا باش غندير العمليه. طلبتهم عاوتاني باش يبدلوا لي الدواء. درنا واحد التحيله مشات لفرنسا، قالت لهم بان الدواء ما بقاش كيوافق للجسم ديالي، يعني ولف الجسم ديالها. صافي بدلوه ليا من موراه بهاد الدواء اكتيمغا. اكتيمغا هي هادي، كندير وحده من هادي وجوج من هادي. بحال هادي فيها غبره، وهادي فيها الماء سائل، يعني الدواء سائل باش كيدوبوا. هادو جوج من هاد الصغيره ووحده من هاد الكبيره. كنديرها مده شهر وهي كتكالميني مده شهر. كانوا اول مره نديرها ما عجبتنيش، اصلا ما كانش كتكالميني. نزلت لي الالتهاب، ولكن باش تكالميني ما كتكالمينيش صراحه. درتها حتى هي اكثر من عام وما كالماتنيش. تنبقى انا دائما عندي الالام دائما. صافي درت العمليه، هبط الالتهاب، درت العمليه الحمد لله، دازت العمليه مزيانه. درت الترويض ديالي. رجعت عندهم مده شهر ونص من مور العمليه. شافوا الجرحى، قال لي عاوتاني غنرجع نبدا ندير البيولوجي لهاد الاكتيمغا. ولكن واخا تنمشي نديرها ماشي بحال الغيمسي. ما كنت كنبدا غادا فرحانه، هادي تنمشي وغادا غير بزز عليا، حيت ما كتكالمينيش. كنبقى انا هي انا تندير الدواء البيولوجي وكنشرب دي اندو كنكالمي بها. صافي من موراها تقريبا نهار 24 في شهر 4. صافي مشيت عندهم باش نصونجي الدواء. صافي بدلوه ليا بهذا الأميرة او الهميرة. هادي فيها 2 شوكات، كدوكي وحده اسبوع وتفوتي اسبوع تدوقي وحده اخرى، يعني 15 يوم عاد كدقيها. فيها جوجات من هادي شوكه. هاي الشوكه هادي
هذه حتى هي الثمن ديالها دايره 140 الف ريال. كل 15 يوم غندق شوكه فيها هاد الشويكيك، ولكن الحمد لله صراحه كالماتني، الحمد لله والشكر لله. يعني ما بقيتش كناخذ الادويه الاخرى اللي يعني كما قلت لكم لي كومبريمي، كل واحد كيقول الكينا ولا الفانيد ولا هكايا، ما بقيتش كناخذهم الحمد لله والشكر لله ولله الحمد. ارتاحيت، ما بقاش عندي الالام الحمد لله. واخا هكاك راني دايره الريج، قلت لكم غارني الشيطان وكليت الدجاج الرومي ولكن خرجها مني الحمد لله. المهم تبعوا الدواء ديالكم، واخا تصحوا تقولوا صافي غنحبس الدواء ممنوع. راه عندي الاصدقاء ديالي اللي كنتلاقاهم تما في السبيطار موريزكو، لا بنات لا ولاد، كنتلاقاو كيهضروا معايا في التليفون. يعني دائما انا مع البنات والولاد عندي الجروب كنهضر معاهم، كنسول فيهم كيسولوا فيا. منهم اللي تغروا يعني حسوا براسهم مزيان وحبسوا الدوايات، وعاوتاني طلع الالتهاب هجم عليهم هجمه وحده. كاين اللي نعس في السبيطار، كاين اللي دابا هو بحال يعاود يدير في الادويه. ننصحكم ما تحبسوش الادويه ديالكم، واخا تحسوا براسكم وليتو مزيان ما تحبسوش الادويه. الله يجازيكم بخير، حيت المرض ديالنا راه ماشي قلنا غناخذ الدواء ونصحوا، لا لا، الشفاء من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن مرض بهجت راه مزمن، راه مزمن. ماشي نقولوا راه بهجت راه واحد المرض اللي انه عادي، راه صعيب. خصنا غير حنا نكونوا متسامحين مع نفسنا. النفسيه هي كل شيء. من يكون عندك العزيمه راه كتحمل كل شيء، ولا ما كانش عندك العزيمه راه كتزيد مرض على مرض. راه نفسك عاوتاني كتعاود طيحك، تقدر تضرب لك جهه اخرى، حيت المرض ديالنا المناعه طالعه وكتبدا تضرب في الجسم ما فاهماش. راه شحال من واحد عنده بهجات وتصاب بجميع الامراض، شحال من مرض تصابوا به بهجات وتزيدوا عليه. انا دابا عندي جوج الامراض، عندي بهجات وعندي الاس بي ا جوج، والاعاقه هذيك ملي كنت صغيره، ماشي زعما مرض بهجت اللي سبب لي الاعاقه. والحمد لله يعني انا راضيه بالحكم ديال الله سبحانه وتعالى، والا بذكر الله تطمئن القلوب. وبعض الاخوات كيهضروا معايا في الخاص او في الجروب لانهم قال لك متبعين شي حميه اللي يحبسوا فيها الخضار والفواكه. لا، الخضار ناكل، وعندنا 5 الخضار ديال باذنجانيه نحبسوها، ولكن كاين اللي كتضرو كاين اللي ما كتضروش. بحال انا دابا بعض الخضار باذنجانيه مثلا الفلفله والدنجال، حنا ممنوع عندنا المقليات. غير بالنسبه لي انا الا كليت الفلفله والدنجال طايبين هكاك عادي كيضروني، والا كليتهم مشويين ما كيضرونيش. مطيشه الا كليتها طيبه كضرني، الا كليتها خضره ما كضرنيش. بالنسبه للخيار وبطاطا ما عنديش فيهم شي مشكل صراحه، ما عنديش فيهم مشكل. المقليات اللي صعيبه اصلا، صعيبه على الناس، صح عاد ما بالو كي المرض. المهم كما كنوصيكم دائما الحميه والرياضه. والله يشافي الجميع، وسمحوا لي بزاف الا طولت، راه مع العمليه وطلع وهباط ودير الترويض وشويه تعصبت وراكم عارفين. لكن الحمد لله على كل حال، وتحياتي للجميع ودعواتكم بالشفاء للجميع.